10 تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. نجاح حملة إبادة الجراد في الإقليم الأوسط. المزارع تصل إلى مرحلة مبشرة في عتكليزان. دعم المحتاجين في الأوسط وعنسبة. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر بسبب الفيضانات. الوكالة الدولية للطاقة تعلن أن مخزون اليورانيوم الإيراني الحد المسموح به. صربيا وكوسوفو توقعان اتفاقا حول التطبيع الاقتصادي. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. نفذت حملة إبادة ناجحة للجراد الصحراوي في مديرية بريخ بالإقليم الأوسط، خاصة في عد بديل التي شهدت مخاطر إسراب الجراد الصحراوي، وذلك دون إحداثها الأضرار بالمزارع نتيجة تضافر جهود أعضاء قوات الدفاع والإدارة وخبراء الزراعة. وقال مدير ضاحية عد بديل السيد مرهاوزجي زرآي بشأن خطورة الوضع والخطوات التي اتخذت أن المزارع انقذت من الخطر المحدق بفضل الخطوة السريعة والفعالة والمنسقة. من جانبه أوضح مسؤول قسم وزارة الزراعة في المديرية السيد ماجور منغستاب أن التوعية المستمرة والقيام بالاستعدادات المسبقة وتجهيز القدرات البشرية مكن من السيطرة على الوضع سريعا. وذكر مدير مديرية بريخ السيد تسفو في السهاتيون أن التنظيم القوي عامل أساسي للتصدي الناجح، وقد قامت الإدارة بالتجهيزات اللازمة لمكافحة الجراد وتمكنت من السيطرة عليه قبل إحداثه الأضرار بالمزارع والمراعي. وأشار مسؤول تنمية النباتات في الإقليم الأوسط السيد أسرات هيلي إلى انتشار إسراب الجراد بصورة مقلقة في أغلب قرى مديرية سرجقة وفي عد بديل بمديرية بريخ ودرفو بضواحي أسمرة، وتم السيطرة عليها. وتنبه وزارة الزراعة أن الجراد الذي ظهر في الإقليم الأوسط لأول مرة بعد سنوات طويلة قد يظهر مجددا، ويجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة. وأفادت وزارة الزراعة بأن إسراب الجراد ظهرت حاليا في منطقة تحرى في مديرية سلعة بإقليم القاشبركة ومناطق مديريتي حلحل وأصماط في إقليم عنسبة. تشهد كافة مناطق البلاد هذا العام هطول أمطار غزيرة وبمساحات واسعة، وبفضل الجهود المنسقة والاستعدادات المسبقة بلغت المزارع الحقلية إلى مرحلة مبشرة. وعلى المجتمع والمؤسسات الحكومية المعنية القيام بأعمال منسقة لتجاوز كافة التحديات وخاصة الآفات الزراعية. لمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي والزميل أمير عثمان. في مديرية عتكليزان بأن مختلف أنواع المحاصيل الحقلية والبقوليات المزروعة في المديريات وصلت إلى مرحلة مبشرة. وذكر المزارعون بأن الاستعدادات المسبقة وبذور القمح المحسنة التي وزعتها اليوم وزارة الزراعة بالإضافة إلى الخريف الماطر ساعد مزارعيهم لبلوغ المستوى المبشر. ومع مرور ظاهرة الجراد الوبائية بسلام دون أن تحدث أي أضرار تذكر بفضل الجهود المنسقة، يأملون حصاد إنتاج وفير. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية الشاب تسفالدت قبر برهان بأن المزارعين يسعون جاهدين لرفع الإنتاج والإنتاجية مستفيدين من التجارب الثرى المكتسبة في حد المياه وحماية التربة والتسميد وسبل مكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى إرشادات وتوجيهات الخبراء الزراعيين. وأشار الشاب تسفالدت إلى أن المديرية شهدت هطول أمطار تقدر ب 385 ملم، مضيفين بأنها شهدت أيضا زراعة 1853 هكتار بالضرة الشامية، و127 هكتار بالضرة، و1147 بالقمح، و990 هكتار بالشعير، إضافة إلى 533 هكتار بالبقوليات. في غضون ذلك أوضح البيطري تغليمان بأن العام الماضي تم تطعيم أكثر من 30,000 من الماشية وساهم في تأمين صحتها جيدا.
مشيرا إلى السيطرة التامة على الأمراض الحيوانية النادرة التي تصيب الماعز والأغنام والأبقار بفضل اتخاذ قرارات عاجلة. وعلم بأن مشتل المديرية أنتج 10,000 شتلة ويتم توزيعها على الأفراد والمؤسسات. تلقى المحتاجون في 6 قرى بمديريتي قلنفحي وبريخ في الأقليم الأوسط وضاحيتين في أقليم عنسبة دعما شعبيا بأكثر من 1,000,000 نقفة، وقدم مبلغ 195 ألف نقفة مستخرج من سكان إنبيتو في مديرية قلنفحي للأسر المحتاجة حسب عدد الأسرة وتقديم دعم عيني ل3 أسر. وقدم المحسنون في عد لمزام 121 ألف نقفة، وفي عد هكيفا 66 ألف نقفة، وفي عد أكثر من 141 ألف نقفة للمحتاجين. وفي مديرية بريخ قدم مبلغ 80 ألف نقفة من سعد كريستيان و68 ألف نقفة من عد هبت سلوس للمحتاجين. وقدم السكان في أدبراء بمديرية علا برعد 178,800 نقفة، ودق قبرو بمديرية عدة كاليزيان 168,853 نقفة لأسر الشهداء والمسنين والمحتاجين. ضمان توفير إمدادات كافية وموثوقة من منتجات الدم المأمونة وبدائل نقل الدم الجارية في إطار الجهود المنسقة بين نقل الدم الوطني والجمعية الوطنية للتبرع الطوعي للدم، وكذلك المعدات العصرية المدخلة حديثا ظلت توفر كميات كافية من الدم الآمن وتشهد تطورا ملموسا. وفي المناسبة التي تبرع فيها أعضاء الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا وعمال إدارة مديرية تطرات في الإقليم الأوسط في 4 سبتمبر، قال مسؤول خدمات التبرع الطوعي للدم السيد محاري أبراهام إن حملات التوعية الجارية لتعزيز وعي المواطنين حول عملية التبرع ونقل الدم ملائمة لاحتياجات المريض السريرية، وتتم في التوقيت المناسب وتنفذ على النحو الصحيح، وظلت تزداد عاما إثر آخر. وذكر السيد محاري انخفاض نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة إلى الصفر بفضل تجهيز كميات كافية من منتجات الدم المأمونة في المستشفيات، وضعا في الاعتبار سلامة المريض في عملية نقل الدم على كل من مأمونية منتجات الدم وسلامة إجراءات نقل الدم السريرية، مشيدا بجهود المتبرعين الطوعيين للدم وأعضاء الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي للدم لإنجاح البرنامج وتقدمه. من جهته قال مسؤول المختبر الطبي في نقل الدم الوطني السيد منقستابع عند ميكائيل إن وحدة الدم الواحدة تحتاج إلى إجراء حوالي 5 أنواع من الفحوصات وتتوزع إلى مختلف محتويات الدم، ويقوم نقل الدم الوطني إلى 22 مؤسسة صحية في 6 أقاليم البلاد. وتوضح المعلومات الواردة من نقل الدم الوطني خلال الأشهر ال6 الماضية تجميع 6,000 وحدة دم من الأسر والأفراد وعمال المؤسسات، ووزعت للمؤسسات الصحية بعد أن أجري لها فحوصات لازمة. استشهد اليوم 6 سبتمبر عضو هيئة اللوجستيك والإمداد بوزارة الدفاع المناضل النقيب تسفاي مغوس عن عمر 68 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل تسفاي مغوس بقوات التحرير الشعبية عام 1975، وخدم خلال مرحلة النضال في القوات المقاتلة وجهاز النقل والتسليح والإمداد، وبعد الاستقلال في فرع التوثيق بهيئة اللوجستيك. والمناضل النقيب تسفاي حقوس رب أسرة وأب لابنين، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم الأحد 6 سبتمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وأعربت وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل النقيب تسفاي موغوس، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته وزملائه ورفاقه. مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، يبقوا معنا.
وعلى الصعيد العالمي، ذكرت وكالة أنباء السودان أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصا هذا العام. كما قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، إذ نقلت الوكالة عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و 1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أيضا تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات في خريف العام الجاري. وحسب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، فإن الفيضانات أسفرت أيضا عن إصابة 46 شخصا وتضرر أكثر من نصف مليون فرد وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من 100,000 منزل. وتجاوزت معدلات الفيضانات الأمطار لعام 2020 حسب البيانات الرسمية في السودان الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين 1946 و 1988. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حاليا 10 مرات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى. ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب على شكل مركب محدد، أي ما يعادل 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كيلوغرام. وقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي الجمعة في البيت الأبيض اتفاقا حول التطبيع الاقتصادي من شأنه المساهمة في تسوية واحد من الملفات الشائكة للغاية في أوروبا. وكان الزعيمان قد اجتمعا في واشنطن بوساطة قادتها مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب روبرت أوبراين والموفد الأمريكي ريتشارد جيرنيل. ووصف البيت الأبيض الاتفاق بأنه تاريخي، علما بأنه لا يشكل حلا للخلاف السياسي العميق بين البلدين في منطقة البلقان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي: استغرق هذا الأمر عقودا لأن أحدا لم يحاول معالجة الأمن، كانت هناك خلافات كثيرة والآن هناك محبة كثيرة. وكانت الولايات المتحدة بين أولى الدول التي اعترفت باستقلال كوسوفو عام 2008 بعد حرب خلفت 13,000 قتيل أواخر تسعينيات القرن الفائت. والخبر الأخير، حيث لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم في انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز داخل مسجد في بنغلاديش، فيما أصيب العشرات بحروق خطيرة حسب ما أعلنت الشرطة. وكان الحاضرون يؤدون الصلاة عندما تسبب الانفجار بحريق في مسجد الواقع في منطقة ناريا نانغانغ بحسب أجهزة الطوارئ. واشتبه المحققون في أن تكون شرارة من مكيف عاود العمل بعد انقطاع الكهرباء عنه تسبب في اشتعال الغاز. وكان الضحايا 16 من بين 37 شخصا نقلوا إلى مستشفى متخصص بالحروق في داكا بحسب المتحدث باسم المستشفى سامانتا لال سين. وكثيرا ما تنتهك قواعد السلامة في ورش البناء في بنغلاديش، ويلقى المئات حتفهم كل عام في حرائق في بلد يعد 168 مليون نسمة. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.